أربيل المدينة فيها تلفريك؟ ايه أكيد فيها، بس انتوا لسه ما بتعرفوا وين. هي التلفريك بارك المنارة، حديقة فيها كتير تفاصيل، ليكوا قلعة أربيل وراي. كتير حبيت. برج ايفل بارك المنارة، هون برج ايفل وهنيك التلفريك، وخلونا نلحق نطلع دور. توصلوا بسهولة بس الحقوا هذا الخط. نشوف تجربة التذاكر، خلونا نشوفها. 10 شخص روحة بس 2000، روحة رجعة 7500. خلونا في معلومة لازم تعرفوها، انه التلفريك ما بيوقف ابدا، واذا في كذا شخص لازم توقفوا ورا بعض وتطلعوا ورا بعض، ما رح يوقف لكم، بدكم تكونوا رشيقين. ما كتير تاكلوا هم لانه يعني سهلة مانا صعبة، بس لازم خبركم. وهلأ شوفوا الجمال، فوق 3 حدائق من المنارة، شاندر وشاندر 2. المشكلة الوحيدة انه الازاز كان بده تنظيف ومغبش شوي، بدكم تضطروا تمدوا راسكم او موبايلكم حتى تصوروا منيح. فوبيا المرتفعات، خليكم معي. وهذا تنبيه فعلي لكل الناس اللي ما فيهم على هيك اجواء وهيك وقت بالهواء، لا تطلعوا ابدا، لانه بس دق نفسكم لا بقى فيكم تحكون ينزلوكم ولا شيء لحتى تخلص التجربة. كل شيء من السماء. أحلى فقرة بالمشوار النوافير مع برج أربيل، وكانت الإطلالة خرافية، حتى القلعة رح تشوفوها. وهي حديقة شاندر من فوق، فيها ألعاب كتير حلوين وفيها شلال وقعدات متنوعة، وكمان البحيرة، يعني نصيحة حديقة كتير رواق. مدة الرحلة 15 دقيقة، والنزلة مثل الطلعة ما بيوقف أبدا، بدكم تنزلوا هو وماشي. بلشنا من بارك المنارة، نزلنا ببارك شاندر 2، وفيكم كمان تطلعوا بالعكس. جهة بس 2000 دينار، روحة رجعة 7500، مع انه نفس الطريق ونفس المسافة، بس ما كنت عارف ليش. حبيت بعيدة. الناس اللي بتخاف المرتفعات ما تطلع ولا تقرب، بس اذا قويتوا قلبكم كتير حلو، لازم تجربوها. لو ما ختام الفيديو بعتوا لرفقاتكم يلي حابين تجربوا معهم طلعة التلفريك، وتابعوني وإعادة النشر لا تنسوا.